السلام عليكم يا شباب، ازاي الحال؟ اخباركم ايه؟ الفيديو اللي فات اللي كان مهم، انا بعتبر الفيديو ده مهم شويه ليه؟ لان انا عارف اي حد بيدور على وظيفه بيبقى قلقان جدا من موضوع الانترفيو او المقابله الشخصيه. ف يعني زي ما قلت لكم هي ليها حلول، وبتقدر تتعلم ازاي تعمل انترفيو بشكل كويس. الحلقه اللي فاتت احنا وقفنا لحد ما غالبا هو هيسالك لو انت كنت شغال قبل كده في شركه، اقول لك انت سبت شركتك ليه؟ وهو حقه يسالك كده ليه؟ لان هو دايما برضه لما بيجي يفكر يعينك ممكن يتوقع كمان ان انت بعد فتره هتمشي، وده برضه دايما في المبيعات بيقلق جدا المسؤولين المبيعات، مدير المبيعات والسوبرفايزر لو عندك مشرف مباشر بيقلقوا جدا. ليه؟ لان انت بتستلم منطقه وبيبقى خلاص اعتمد عليك في ان انت خلاص تارجتك وبتحقق المنطقه والجزء بتاعك اللي موجود في الشركه. فالحته دي بتبقى مهمه قوي. فهو هيسالك دايما انت ليه بتسيب الشركه بتاعتك. خليك ذكي في الحته دي شويه، اوعى تعيد في الشركه بتاعتك، اوعى تعيد في الشركه اللي انت كنت شغال فيها مهما كان فيها. حاول بين له ان انت يعني انت بتدور على مكان افضل، بتدور على دخل افضل، بتدور على ان انت طموحك اكبر، ان انت راجل مثلا هناك مفيش بوزيشن تاني اعلى، انا راجل عايز اترقى، انا راجل عايز يبقى عندي شويه ابجريد. فانت لازم تاخد بالك من الحته دي، اوعى تعيب في الشركه انت كنت شغال فيها مهما كان فيها، لان هتدي انطباع عنك ان انت من الناس اللي هي ما بتصونش العشره زي ما بيقولوا، او ان انت بتعيب في الشركه بغرض ان انت عايز تمشي وخلاص، وده هيدي انطباع سيء عنك. فخليك زي ما قلت لك، خلي الاجابه في الحته دي ان انا عندي لا بالعكس، هي شركه محترمه وناس محترمين، بس انا عايز دخل افضل، عاوز مكان افضل، عاوز ابجريد. يعني خليك دايما في كده. مهم جدا كمان في الانترفيو ان انت ما تتوترش وزي ما قلت لك خليك واثق في نفسك. كل ما هيكون عندك معلومات عن الشركه اللي هي موجوده اللي انت رايح تعمل فيها انترفيو هيبقى فيها اريحيه في الكلام. ما تحاولش تخلي الانترفيو، انت ما تحاولش يبقى فيه يعني زي ما بيقولوا ايه، ما تحاولش تبقى ودود عن زياده عن اللزوم. الشركات المسؤول ما بيحبش كده. ما تخليكش متملق، يعني زي ما بيقولوا ما تشكرش في الشركه قوي وانت لسه ما دخلتش اصلا. ما فيش مكان يا جماعه ما فيهوش عيوب ومشاكل. كل مكان هتلاقي فيه عيب، هتلاقي فيه مميزات، هتلاقي فيه عيوب. الشركه بتاعتك اللي انت كنت ماشي منها، العيوب اللي هناك ممكن تلاقيها مميزات، بس المميزات اللي انت هنا ممكن تلاقيها عيوب هناك. فما فيش مكان كامل في الشغل دايما، وخصوصا المبيعات دايما تحت لود ودايما تحت ضغط. فهي الحته دي مهمه قوي. فخليك زي ما قلت لك، خليك ذكي، وما تقدرش تحسس الناس، ما تخليش تحسس الناس ان انت عايز بس تسيب الشركه علشان دول ناس وحشين، وعشان اوعى تعمل كده. وزي ما قلت لك كمان ما تحاولش تخلي فيه، يعني ما تحاولش تصاحب الراجل بتاع الانترفيو بينه ان انت راجل بروفيشنال، بينه ان انت راجل فاهم شغلك، اعرف ازاي تشرح له يومك. في سؤال مهم جدا انا بساله دايما لما نيجي نعمل انترفيو، اقول له احكي لي عن يومك ازاي، بتعمل ايه؟ فانت لو راجل شغال في المبيعات هتحكي له صح، بقوم الصبح وبنزل اروح مكتبي، بحضر الكول، بورد التحصيل بتاعي. فالسؤال ده مهم قوي. انا بالنسبه لي كراجل لما بعمل انترفيو اقول له قول لي يومك ازاي، تارجتك قد ايه، بتقسم تارجتك ازاي، منطقتك فيها كام عميل، منطقه كده. الاسئله دي دايما اللي بتتسال. كمان خليك زي ما قلت لك، لو انت حسيت بضغط من اللي قدامك، وده غالبا بيحصل، حاول انقل الضغط عليه. دي حته فنيه، حته تكنيشن دي شويه. حاول انقل الضغط على الراجل بيعمل لك انترفيو، وهقول لك ازاي تقدر تعمل الحته دي. هقولها لك ان شاء الله في الحلقه الجايه. انا هحاول الانترفيو اعمل لك فيها كام حلقه اكتر من بعض، يعني متتاليين كده، بحيث ان انت تقدر تستفاد منها ان شاء الله. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتشترك في القناه.
تحياتي لكم، إيهاب الماحي، مدرسة البيع.